بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. أهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد ومعلومة جديدة وصنف جديد اقتصادي وبسيط ومن إمكانيات البيت. خلينا نقول إن احنا هنعمل النهاردة الصنف القمر دوت قيمته الغذائية عالية جدا، ويعتبر بروتين نباتي عالي في القيمة الغذائية، وهو الفول النابت اللي بيقولوا عليه بالبلدي كده اللي هو شفا يا فول. الفول النابت بالذات طبعا هنا بيعتبر صنف بارد جدا على المعدة وعلى القلب، ومغذي جدا، وكمية بسيطة جدا من الفول، يعني ما يعادل ربع كيلو من الفول بيعمل لك ما شاء الله كمية حلوة قوي تعدي بيها يوم من ايام الاسبوع. نعمله بالطريقه القمر اللي انتم شايفينها دي، ميته رايقه جدا وحلوه قوي، مع عصير الليمون بقى كده، مع لو انت حابه تحط عليه زيت حار اللي هو زيت بذر الكتان وتشربي شربته دي مفيده جدا، مع طبق السلطه القمر. اي خضار متوفره عندك، وابدأي كلي الفول بالطريقة القمر دي. طبعا هي وجبة اقتصادية، احنا مش بنعملها كتير في بيوتنا. هي بتحتاج طبعا وقت قبلها بيومين ثلاثة، عشان بتنبتي الفول الأول وبتنقعيه فترة لحد ما ينبت أو يزرع أو يطلع النبتة بتاعته، عشان يديك الطعم الطيب الحلو اللي انت هتشوفيه هيطلع معانا بالشكل القمر دوت. طيب ما تنسيش تدعمي الفيديو باللايك وتشترك في قناتي، ده تشريف ليا، وتعليقاتك الحلوة أكيد بتسعدني. واهلا ومرحبا بكم معايا في كل وقت. استفادي من المعلومات اللي بتتقال في الفيديوهات، معلومات قيمة جدا وبتساعدك على انك تكوني استاذة داخل مطبخك وجوه بيتك وفي حياتك. طيب خلينا اقول لك بعض المعلومات عن المطبخ. لو انت بتعملي كيكة والسطح بتاعها غصب عنك اتلسع او اتحرق منك، سهيتي عنها، او الفرن البوتاجاز مش مظبوط الشعلة بتاعته او اي حاجة واتحرق سطح الكيكة، تعملي ايه؟ بسكينة حامية كده شيلي وش الكيكة المحروق ده بالراحة، وبعد كده رشة من السكر العادي اللي بتحل بيه الاكل بتاعك، ودخليها الفرن مدة 5 دقايق ل10 دقايق، هتعمل لك طبقة تانية او قشر تانية باللون الذهبي. وانتبهي بقى المرة دي لا تحرقها مرة تانية يعني. تمام. طيب عندي كده بنقول ان الليمون عشان يديكي كمية كبيرة جدا من العصير، حطيه في مية سخنة نص ساعة، او حطيه داخل ميكروويف، او جمديه في الفريزر وطلعيه فككيه، هيديكي كمية عصير كبيرة جدا جدا جدا. جربي مش هتندمي. هتعرفي انه الليمون لما تجمديه في الفريزر شويه وتطلعيه تفكيه، هتلاقي ميته العصير بتاعه كتير جدا جدا، والقشر بتاعه تقدري تخلليه بيبقى تحفه، او تعملي منه عجينه الليمون السحريه اللي بنستعملها في التنظيف. طيب هنا بوريكي بقى الفول منبت قد ايه هو جميل وقد ايه مفتح وقمر. اول حاجه انت جبت الفول غسلتيه وبعدين نقيتيه، بيبقى في بعض حبايه مثلا مش نظيفه او مسوسه او مسوده او كذا او كذا او صغننه قوي، كل ده بتطلعيه في التنقيه وانت بتنقيه. بعد كده بتمسكي الفول تغسليه وتنقعيه في ميه لمده 3 ايام، كل تغيري في اليوم عليه 3 4 5 مرات، كل ما حطيه على حوض المطبخ كل ما انت رايحه جايه غيري الميه بتاعته. وبعد كده بنحطه طبعا هنا في قماشه نظيفه، بننشله من ميته بعد ما نقعناه ليله كامله، واحطه في قماشه او فوطه نظيفه واغطيه واسيبه على الرخامه، من وقت للتاني اشطفه والفه تاني في القماشه، هينبت ويبقى معاكي زي القمر. انا عندي هنا بصلايه صغيره، وعندي ليمونه، وعندي قرن فلفل حامي او شطه حاميه، وعندي هنا كمان معلقه كبيره من الثوم المهروس. والتوابل بتاعتي زي ما انت شفتي كركم وملح وفلفل وكمون وبس. وهنا حطيت الميه تغلي على النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي. هنزل فيها ايه بقى؟ الحاجات بتاعتي اللي انا وريتها لك دي، الشطه والبصلايه. في ناس بتحط طماطم، بس انا مش هطبخ يا جماعه الفول عشان احط طماطم يعني، وعشان ما يحمطش منك لو قعدت فتره يوم ولا اتنين ولا حاجه. خلاص اهو بصي بقى القمر. حطيت هنا معلقه الكركم مع سنه صغيره من الفلفل الاسود وسنه من الكمون وشويه صغيرين من الملح. بس الملح انا باجل ايه وضعه دلوقتي، يعني بخلي الملح في الاخر شويه على ليفل ما يقرب يستوي يعني. تمام يا قمر. تمام يا ست الكل. خلاص يبقى عرفتي بتنبتي الفول ازاي. هنزل الفول بتاعي بقى طبعا بعد ما الميه بتاعتي غليت. عرفت بتسويه ازاي الفول، بتنبتيه ازاي. بتنقعيه ليله كامله الاول في الميه، وبعد كده تنشليه تحطيه جوه فوطه او بشكير او حاجه نظيفه، وتحطيه على الرخامه متغطي، ومن وقت للتاني ترشرشي عليه ميه، او تشطفيه وترجعيه تاني في الفوطه ترديه تاني يوم اتنين تلاته، هتلاقيه نبت معاكي ما شاء الله. خلاص اهو. بصي هنا بقى، كل ما بيجمع ريم على الوش انه بروتين نباتي فبيجمع لك زي ريم كده
بالظبط زي اللحمه لما تيجي تسويها بتطلع الريم ده على الوش. فهنا لانها بروتين حيواني، هنا ده برضو بروتين نباتي قيمته الغذائيه عاليه، علشان كده هيطلع لك الريم ده من وقت التاني، بتشيليه بالراحه واحده بواحده كده. وميته بسم الله ما شاء الله رايقه زي ما انت شايفه كده زي القمر، ما شاء الله. جربوا يا بنات تعملوها، وجبة سهلة جدا وبسيطة وغير مكلفة. ربع كيلو من الفول هيعمل لك كمية حلوة قوي. اي حد كمان مريض في الاسرة او معدته تعباه او تعبان، بتأكليه الوجبة دي. صحية جدا، صحية جدا، مش مؤذية. يعني اللي مريض القلب او مريض دهون على الكبد، ربنا يشفينا كلنا ويعافينا، او مريض سمنة، او اي شخص عنده اي نوع من انواع، او مريض بمعدته او اي حاجة، الاكلة دي حلوة قوي 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 وشفا زي ما بيقولوا. والاجمل منها الشوربة بتاعتها، بص الطعام والجمال، عامل زي اللوز بالظبط. طيب، خليني اكمل لك هنا ايه الفوائد برضو اللي بفيدك بيها داخل مطبخك. بنقول ان لما تيجي تقلي اي حاجة، بطاطس، بدنجان، بانيه، اي حاجة، حطي معلقة خل في قلب الزيت، دي هتقلل لك امتصاص الاكل للزيوت. يعني لما تيجي تحمري بدنجان او بطاطس او اي حاجة، حاولي تعملي زي ما انا قلت لك كده، معلقة صغننة من الخل في قلب الزيت، وبعدين حمري الحاجة فيها، مش هتمتص ابدا زيوت خالص. هنا بقى انا بحط الملح بتاعه اهوت، ايه، بطعمه بالملح بقى عشان يبقى ياخد الطعم الحلو ده. والملح انا اجلته الاخر زي ما انا وريتك كده علشان يستوي الفول كويس قوي. خلاص. طيب، لما تيجي تحفظي الجبنه، انت جايبه جبنه قريش مثلا عايزه تحفظيها في التلاجة، او جبنه بيضه، او اي نوع من انواع الاجبان، وعايزه تحفظيها على رف التلاجة مثلا فتره اسبوع ولا اتنين ولا تلاتة، حطي معلقه سكر واحده في قلب الميه او الشرش بتاعه. يفضل لما تكوني شاريه جبنه بكميه بالذات، جيبي كميه او نسبه من الشرش من قلب المحل اللي هتشتري منه، او من قلب المكان اللي انت هتجيبي منه الجبنه، شويه شرش، او اعملي انت ميه وحطي فيها شويه ملح ومعلقه سكر وقرن شطه مثلا حامي ونص ليمونه، ونزلي فيها الجبنه بتاعتك، هتحافظ لك عليها من غير ما تتعفن فتره طويله. وهنا طبعا غرفنا الفول بتاعنا القمر بالشكل الجميل اللي شايفاه دهوت، بسم الله ما شاء الله اهوت، مستوي جدا. حباه بصي زي العجوه، ومفتح كله جميل. طبعا التنبيت عامل مهم جدا عشان يطلع الفول بالشكل القمر دوت. خلاص. عايزه اقولك ان اثناء اكله، في ناس بتحب تاكله كده مع عيش، وفي ناس بتحب تاكله كده مع شويه سلطه زي ما انا حاطالك كده، وفي ناس بتحب تاكله بقشرته عادي الا طالما القشره دايبه وكده، وفي ناس تقولك لا اقشره. دي حاجه بترجع لك يعني حسب ايه رغبتك وذوقك. طيب، خليني اقولك، لو انت عندك بتعملي رز وعايزه الرز ده يبقى لونه ابيض ناصع زي بياض التلج، حطي قطرات من الليمون بعد ما يبدا. هنا انت سقيت الرز اهوت، وبدات الميه ايه الشوربه تغلي وسقتيه، حطي حاجه بسيطه جدا من الخل. تمام كده. حطي قطرات من عصير الليمون او من الخل، يبقى قطرات من الليمون او سنه صغيره من الخل، او قطرات من الليمون بعد الغليان. طبعا هتبص تلاقي الرز هنا تحفه. وغطيه طبعا هنا، حطيه على نار هاديه وغطيه، وشوفي الرز هيطلع عامل ازاي. خلاص. طيب، في حالة لو انت مثلا طبخت الرز والرز طلع ني سنة، تعملي ايه بقى؟ هتجيب الرز دوت، وتبدأي هنا تغطيه بورقة ورقة شفاف الأول، ورقة بيضة نظيفة، وبعد كده ورقة قصدير تكتميه بيها قوي، وبعد كده تغطيه بحاجة تقيلة، وسيبيه على نار هادية جدا، وغطيه بفوطة، وشوفي الجمال، هيطلع مفشر معاكي وزي اللوز، هيستوى معاكي بطريقة حلوة قوي. خلاص. مش تزودي شوربه تاني ولا لا، افرضي ان هو طلع ني سنه معاكي، او جايه تاني يوم تسخنيه فلقيتيه ايه شويه محبب كده ومحصون ولسه ني سنه، تعملي ايه زي ما انا قلت لك كده؟ هتروحي جايه رشه معلقتين ثلاثه من الشوربه، وغطيه قوي قوي بالطريقه اللي قلت لك عليها، وكبسي عليه غطا تقيل او حاجه، وهدي النار زي الشمعه كده، وسيبيه هيستوي يبقى زي الفل. تمام. تعالى اقول لك، لو انت عايزه هنا بتسوي الدجاج او الفراخ يعني، قبل الطهي اغسليها بميه وخل ونقعها شويه في ميه وخل، دي هتساعد على سرعه انضاج الدجاج، بالذات الطيور اللي هي الكبيره في العمر او في السن، واللي هي زي الطيور الحمراء، وزي البط والوز والحاجات اللي الكبيره في السن ديت. اجمل امنياتي ليكي بدوام الصحه والسعاده. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.